أجمل ما قيل في الحياة هو أن تسلم أمرك إلى الله وتقول رب اختر لي ولا تخيرني. رب أنت أعلم بما هو خير لي. الله يرى ما لا تراه أنت ويعلم ما لا تعلمه أنت. الله يكتب لك ويهيئ لك ما كنت تظنه مستحيلا. مهما كانت الحياة صعبة، مهما كانت الحياة مغلقة في وجهك، فتذكر وتأكد إن الذي شق البحر لموسى قادر على أن يفتح لك الأبواب المغلقة كلها. كن في الحياة كعابر سبيل. نحن في الحياة كضيوف، وما على الضيوف إلا الرحيل. كلنا راحلون، كلنا فان، كل نفس ذائقة الموت. الحياة اختبار، والنتيجة عند أرحم الراحمين. يوم نلاقي الله. هل أنت مستعد لليوم هذا؟ مستعد للقاء أرحم الراحمين؟ هل أنت مستعد للموت، أن يأتيك الموت؟ مستعد أنك تلاقي أرحم الراحمين؟ فراجع حسابك مع الله. لو بلغت ذنوبك عنان السماء فراجع حسابك مع الله. لو كنت في ضيق، لو ضاقت بك الأرض بما رحبت فراجع حسابك مع الله. الله يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الله الوحيد الذي لن يخذلك أبدا. مهما خذلوك الناس، مهما خذلوك أصحابك أقاربك، مهما خذلوك، هو الله الوحيد الذي يبقى والذي لن يخذلك أبدا. الله الوحيد الذي يبقى حين لا يبقى معك أحد. فثق بالله وقل الحمد لله واستغفر الله. الغفلة داء وذكر الله دواء. فكن مع الله يقينا وجهز نفسك إلى الموت. وما نحن في الحياة الدنيا إلا كعابر سبيل، ضيوف راحلون.